تعالي اما اقولك ازاي نطلع صينية رقاق مظبوطة زي البغاشة. طعم في منتهى الجمال، قرمشة من بره وطريان من جوه، حاجة كده زي العسل. بس لو اول مرة بتشوفيني اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومعكم اسماء الجندي، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا العيد ما يحلاش الا بصينية الرقاق. تعالوا اما نظبطها ونشوفها هتطلع معانا حلوة ازاي. اول حاجة هنعصج اللحمة. انا من الناس اللي لازم اشوح البصل لحد ما تاخد لون دهبي كده فاتح، وبعد كده انزل باللحمه. نزلنا بمعلقه سمنه سخنت معانا وننزل بكميه البصل. وكل نص كيلو لحمه ليه نص كيلو من البصل، تمام. شوحنا البصل لحد ما خد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ننزل بقى بكميه اللحمه بتاعتنا يا جماعه، ونشوحها كويس جدا لحد ما يتغير لونها. وتعالوا بقى نشوف الاضافات اللي هنضيفها على تعصيجة اللحمه. ويا ريت بقى لو كل واحد له طريقه في تعصيجة اللحمه وشاف الفيديو دهوت يكتب لي بقى هو بيعصجها ازاي. طبعا كده يا جماعة فضلنا نقلب فيها لحد ما خلت اللون ده. نبتدي بقى ننزل بمعلقة توم مفروم زي ما انتوا شايفين كده، وملح وفلفل وبهارات لحمة من كل حاجة معلقة صغيرة، تمام. نشوح كل الحاجات القمر دي كده كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. ونبتدي ننزل بقرنين فلفل رومي على قرن فلفل حامي، والحامي ده على حسب رغبته. طبعا الفلفل بيديها ريحة حلوة جدا، ومعايا حبيتين من الطماطم مبشورين، ويا ريت نشيل منهم القشر، تمام. نقلب كل الحاجات القمر دي كده كلها مع بعض، واحلى ريحة واحلى طعم تاخديه للحمة المعصجة بالطريقة دي. نغطيها تتسبك بقى شوية، وكده بعد التسبيك بقى تمام وزي الفل وكل سوايلها. خلاص ما فيهاش سوايل يا جماعة، نشفت كده ومفلفلة معانا وزي القمر، تمام. مظبوطة جدا، وريحتها وطعمها بيبقى حلو. تعالوا بقى يما نجيب بقى الرق بتاعنا علشان نعمله. معايا شوربة كده، شوربة لحمة، ونزلت عليها بكوباية لبن. والمعلقة اللي هتخليك الرق حاجة تانية هي معلقة بيكنج باودر صغيرة، تمام. طبعا انا مولعة على الشوربة دي يا جماعة، لازما يما تسقسقي الرقاق كده لازما تكون الشوربة كده سخنة جدا. نزلنا في الصينية بشوية سمنة بلدي، ورقاق يعني سمنة بلدي يا جماعة، هيخلوه لكم حاجة تانية كده، قرمشة وطعم حاجة في منتهى الجمال. يبقى نزلنا في الصينية كده بشوية سمنة بلدي كده محترمين. طبعا أنا مستعملة الزبدة مش السمنة. الفرق بينهم إنك بتبقي سيحتي الزبدة فتحولت لسمنة. نبتدي بقى نبل الرقاق كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه الشوربه يا جماعه تكون ايه، تكون بتغلي، يعني انا مولعه كده على نار هاديه وانا بسقسق الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، تمام. واحلى حاجه كمان للرقاق يا جماعه شوربه اللحمه ثم يليها شوربه البط، تمام. طبعا الصينيه كبيره، الرقاق اصغر، فطبعا احنا هنظبط الصينيه مش هنقف قدام اي حاجه. نزلت برقعتين كده، المفروض هيبقوا 3 تحت و3 فوق، تمام. نزلت برقعتين كده، وبين كل رقاقه ورقاقه دهنه من الزبده كده يا جماعه، تمام. هنجيب بقى الرقاقة التالتة دي هنقسمها نصين زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده علشان نظبط الصينية وتطلع مظبوطة معايا. طبعا كوباية اللبن يا جماعة حلوة جدا، بتديله طعم في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى اظبط الصينية كده، ما اسيبش فيها اي حاجة الا ما تبقى كلها متساوية. وهنجيب بقى الرقاقة التالتة دي نحطها كده في النص، تمام. لازم تظبطي بقى صينية الرقاق عشان تطلع معاكي كده حاجة اللهم بارك تحفة جدا، وكل اللي ياكلها من ايدك يقولك تسلم ايديكي، تمام. زي ما انتوا شايفين ظبطنا بقى الطبقة الأولانية كده، ونبتدي بقى نجيب اللحمة بتاعتنا. ننزل بقى باللحمة ونوزعها كويس جدا في الصينية، بس أهم حاجة ما توصليش للأطراف زي ما انتوا شايفين كده. ما هو العيد يا جماعة ما يحلاش إلا بصينية الرقاق دي، بس أهم حاجة لازم تظبطيها، امشي على الطريقة دي بالظبط هتاخدي أحلى صينية رقاق بجد هتشرفك. نبتدي بقى نعمل الطبقة اللي فوق يا جماعة، نفس ما عملنا في الطبقة اللي تحت هنعمل الطبقة اللي فوق، تمام. كل ده انا الشوربة دي مولعة عليها ما طفتش عليها خالص يا جماعة، خدوا بالكم من الحتة دي قوي. وطبعا بين كل رقاقة ورقاقة دهنة من الزبدة. الزبدة حلوة جدا يا جماعة. إيه، في الرقاق بتديله طراوة كده وطعم حلو وقرمشة في منتهى الجمال، تمام. وكل واحد يا جماعة على قدر إمكانياته يشتغل بالمادة الدهنية المتاحة عنده.
تمام. بس انا بفضل الزبدة في الرقاق، بتديله طعم وريحة حلوة جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين بين كل رقاق ورقاق دهن الزبدة كده، ونظبط بقى الحاجات اللي ايه بين الاطراف دي كده علشان تطلع نفس السماكة، يعني واحدة، ما تكونش طبقة مثلا تخينة وطبقة رفيعة، تبقى ايه الطبقات كلها موحدة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى كده خلصنا خلاص. الصينية بتاعتنا بقى نعمل فيها ايه؟ هنجيب لها معلقة زبدة حلوة كده هوت، ونغرقها على الوش. يعني ما تبصي، وزعي الزبدة كده في كل انحاء الصينية زي ما انت شايفة كده. ويا سلام يا جماعة لو قشطة كمان. القشطة جميلة جدا، هتديها حاجة كده لون، وكمان طريان، وكمان في نفس الوقت بتديها برضو قرمشة حلوة جدا، اكنك بتعملي فطير مشلتت. بجد دي مش صينية رقاق يا جماعة، دي صينية فطير كده باللحمة، حاجة تحفة جدا. طبعا بعد ما دهنا بقى الوش كده زبدة، مكان الطبق اللي كان فيه زبدة جبنا شوية شوربة كده، ونسقسق الوش كده عشان يبقى طري حلو معانا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، مش هنغرقه، هنسقسقه كده هوت بالفرشه زي ما انتوا شايفين، وعلى فرن كده. وندخله بقى حامي، نكون محمينه مسبقا كده هوت، وهتطلع بالشكل التحفه اللي معاكوا ده. اهم حاجه يا جماعه، هي ما بتاخدش وقت خالص. حمي الفرن وخلي النار متوسطه، ودخلي الصينيه. ودي صينيتنا بقى الرقاق بعد ما طلعت من الفرن، قلبناها كده. وشوفوا احلى بقى شكل يا جماعه، بجد شكلها تحفه جدا. كانت طالعه كده الزبده مدياها قرمشه حلوه جدا، وطعم وريحه ولون في منتهى الجمال. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفوا بقى طبقات الرقاق معانا حلوة جدا، وطالع يا جماعة والله بجد كان فيه قرمشة حلوة جدا. الزبدة مديله قرمشة حلوة جدا، وكمان في طريان كده فيه. يعني ميكس بين الاتنين، حاجة كده اللهم بارك. وزي ما انتوا شايفين طبقاته حلوة جدا. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. اتمنى اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، ويتعاد عليكم الايام بكل خير. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.